هل ممكن الفراخ البيضة تدينا وزن عالي من غير خلطات؟ طب ايه الحاجات اللي تخليني اخد وزن كويس حتى لو ما عملتش خلطات بعد كده؟ ايه الحاجات المهمة في دورة الفراخ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. الفراخ بتاعتنا النهاردة عمرها 21. واسفة لو اخرت الفيديو عليكم شوية، بس كان والله واقف على المونتاج. بس الفراخ بتاعتي دي انا ما اهتمتش بيها الاهتمام القصوى. ليه؟ هي جت في وقت اصلا يعني داخلين على وقت امتحانات، وكانت الدنيا زحمه معايا شويه ومشغوله، فالصراحه ما اهتمتش بالخطوات باقي الدوره. ولو تاخدوا بالكم انا كنت بصورهم معاكم كده بس ايه، يعني فيديو الميزان، وما اهتمتش بالخلطات بتاعتهم كويس جدا. ولكن ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك، عشان الكتكوت من الاول حلو، فالتحويل معايا حلو. تاني حاجة، انا من الاول خالص ومن البداية زي ما عملت معاكم في فيديو الاستقبال، استقبلتهم على محلول جفاف. بعد كده الاسبوع اللي بعد كده اهتميت برفع البروتين، كنت حاطه لهم العلف، قلت مش مهم لو نسبة هدر 10%، دي سمانة فرع عندهم. ما شاء الله اللهم بارك. المهم ان هم ايه، يسحبوا كويس وياكلوا كويس، لان اول اسبوع او اول 10 ايام بيفرقوا جدا في الكتكوت وفي الفرخه باقي الدوره. بصوا السمان، انتوا عارفين ان انا حاطاه جنبه، ما شاء الله اللهم بارك. كنت هنا بعدهم بتاكد ان هم عددهم تمام، ولقينا بيض، فقلت ليوسف يجيب لنا البيض بتاعهم. ما شاء الله اللهم بارك، هم دول 7 سمينات، كل يوم بيدوني 7 بيضات. طبعا عايزين يتغير لهم الميه وعندهم علف، لان للاسف مش انا اللي كنت حاطه لهم علف، فكانوا مزودين لهم العلف شويه. اداني السمان اهو عشان خاطر يكمل الباقي. لما لقيتهم ناقصين عن ال7 قلت له لا، في سمانه هناك تاني، اداهم لي. فلما حطيتهم لقيتهم 6. السمان يا جماعه من الحاجات اللي هتديكوا الصراحه طاقه ايجابيه كده وهتخليكم مبسوطين الصراحه. ما شاء الله اللهم بارك. يعني الناس اللي بتحب تربية الأبيض بس، عايزة أنصحكم إن انتوا ممكن تربوا مع الأبيض السمان. هو لو صندوق زي كده وهيتغطى بغطا زي ما انتوا شايفين كده معانا في الفيديو، أو ممكن في قفاصة صغيرة كده. في الوقت ده كنت بدور على البيضة بتاعت السمانة اللي فاضلة، قلت له لا فاضل كده واحدة، فقال لي لا مفيش. فلما بصيت قلت له هي، هما كل يوم اللهم بارك اللهم بارك بيدوني 7 سمانات من ال7. هما 7 ومعاهم الديك بتاعهم، يبقوا كده 8. مش واخدين مني مكان، وقليل من العناية وقليل من الاهتمام وقليل من الرعاية. يعني بصوا زي ما انتم شايفين، انا بغير لهم المية مرة واحدة بس في اليوم، ما بقيتش اغيرها مرتين الصراحة. وبحط لهم العلف، يعني ال8 سمانات بياكلوا اقل من النص كيلو في اليوم. نرجع بقى للفراخ البيضة بتاعتنا، ما شاء الله اللهم بارك. دلوقتي انا كنت وسعت لهم المكان، كل ما توسعوا لهم كل ما تلاقوهم معاكم، وكل ما يكبروا كل ما يدوكوا وزن كويس. كنت وسعت المكان الصبح او قبلها بيوم تقريبا، ودلوقتي بس قلت ليوسف يزود معانا الفرشه شويه. الفرشه بنزودها ازاي يا جماعه؟ انا الفراخ دي ما شلتلهاش الفرشه بتاعتها ولا مره. الفراخ على حسب ما تعودوها، عودتوها ان انتوا تغيروا لها الفرشه تمام، عودتوها ان انتوا بتزودوا، يبقى خلاص زي ما تتعودوا. لان انا لو جيت دلوقتي غيرت الفرشه، الفراخ هتاخد مني برد كلها، وممكن تبرد وصدرها تلاقي، بصوا تلاقوا فيه عطسه كمان او خنفره. فربنا يا رب يسترها معانا ومعاكم، ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب. طيب احنا اول اسبوع اهتمينا بالتحويل ازاي؟ زي ما قلت لكم، حطينا العلفات، مفيش علفات، حطينا العلف على كراتين، على اطباق تحضير. انا كنت بحطه على كراتين، على ورق كراريس، اي حاجه. ونرفع بقى البروتين. نرفع البروتين ازاي؟ حطيت لهم زبادي، كنت يوم احط زبادي يوم احط بيض. يعني انا حطيت بيض تقريبا يوم واحد، واغلبيه الايام كانت معايا زبادي وجبنه قريش. المهم ان انا في اول اسبوع ده كل يوم كنت برفع العلف في حاجه واحده بس. ممكن الوجبه تقعد عندهم نص يوم، ممكن 4 ساعات 5 ساعات، كميه صغيره خالص، واحط عليها بضايه لل20 فرخ. ما شاء الله اللهم بارك. معلقتين زبادي لل20 فرخ.
بس كل ما بنرفع البروتين التحويل بيزيد معانا، والفرخ ما شاء الله اللهم بارك شهيته بتتفتح للأكل وبيسحب أكتر وياكل أكتر، وكل حاجة والله العظيم بالدليل. ده بيض السمان، والله العظيم بجد ربوا سمان. الناس اللي بتربي فراخ بيضاء بس ربوا سمان هتنبسطوا معاه وهتحسوا ان تربيته سهله. تعالوا بقى ايه نوزن بالمره عشان خاطر يبقى الكلام بتاعي على ارض واقع. كده خلاص هنوزن. اعدل يوسف السلك. يلا حبيبي افتح الميزان. الميزان مصفر معانا كده اهو، اول واحده اللي هي اللي جنب الميزان على طول. ما شاء الله اللهم بارك، كيلو و200، كيلو 230، كيلو وربع. الله اكبر، 3 اسابيع. نشوف واحده تانية بقى حلوه. هات لنا بص يا يوسف اللي هناك دي، اللي نايمه دي، ايوه دي. الله اكبر، بالراحه بالراحه عشان دراعها جناحها. كيلو 220، ما شاء الله اللهم بارك. هات لنا بقى ديك، ده الديك اللي واقف ده، كيلو 170. في دي كيلو 215 برضو. ايوه هات ده كده، ما شاء الله اللهم بارك، بالراحه. كيلو 300. احلى حاجه بقى ان كيلو 325. احلى حاجه ان التفاوت في الاوزان مش كبير قوي، ما شاء الله اللهم بارك، يعني حلوين. لما يبقى ده وزن 20 يوم 21 يوم زي الفل. يلا نقي اللي يعجبك وهاته بالراحه. ما تيجي تمسك من فوق الجناح، عشان لو رفرف بجناحه ممكن يتكسر لا قدر الله. ما شاء الله اللهم بارك، كيلو 440، 450. يعني احنا خلاص بنتكلم في كيلو ونص يا جدعان. اللهم بارك. طبعا نسبة الديوك اصلا عندنا ما شاء الله مش كتير يعني. بصوا بقول ما شاء الله، بقول مش كتير. ده كيلو 330، ده ديك برضو. الديوك عندنا مش كتير، اغلبيتهم فراخ. ده كيلو 270. الخلاصة من الفيديو ان احنا نهتم باول اسبوع من عمر الفراخ. اول 10 ايام مهمين جدا 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 وبيحددوا الدورة كلها. تاني حاجة النظافة النظافة النظافة. تالت حاجة التهوية مع النظافة هتديكي فرخ سوبر. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا وايديكم ويرزقنا واياكم الرزق الحلال الطيب. لغاية هنا هقول لكم اشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة.